أنا في المغارة كنت داخل الأسطورة مع الحقيقة. رحلتنا اليوم غتكون استثنائية، غتعيشوا فيها أروع قصص الأساطير اليونانية. هرقل هو شخصية أسطورية بملامح فيها الكثير من الحقيقة، شخصية معروفة بقوتها وتحدياتها الخارقة. اليوم غتشوفوا معنا عبر الضوء والصوت قصة بحث هرقل عن التفاحات الذهبية بجنان هسبريدس، قصة كتعبر على شجاعة هيلمزيوس وكتحكي على واحد من أبرز إنجازاته البطولية. والدنيا مازال صباح مع ضيق الشمس نور على المدار وأصوات العصافير كتغني في كل مكان. خرج هرقل الشاب الجبار اللي كانت عنده شجاعة ما لها مثيل، كان كيستمتع من كونه ثمر المزيج من قوة خارقة وإنسان كيمثلوها زيوس والكيمين. هرقل كان كله عزم باش يحقق مبتغاه، زهرة وساطعة بنور وهاج ومصنوعة من غصن كبير من الشجر، هداها ليه الجبار زيوس باش تكون ليه عون في كل التحديات. في جنب البحر اللي مواجهو كانت حياته وما ناسياش، هرقل بدا كيقاتل نيريوس اللي كان كيتحكم في البحر وكيحرس اسراره من خبير الزمان. صعوبة العلاقة مع نيريوس كانت بسبب قدرته العجيبة على تغيير شكله وعلى التحول من سبع لثعبان لحوتة عملاقة باش يقدر يهرب من قوة هرقل. رغم رهبة البحر ومواجهة العاتية، هرقل غيتمكن من السيطرة على نيريوس وغيخليه يعطيه معلومات كان كيحتاجها في لحظات التحدي اللي خداها على المنطق ديالو. جنان التفاح الذهبي المعروف بجنان هيسبريدس كان ساحر وكيكبر فيه التفاح الذهبي اللي كان هداه زيوس لهيرا في زواجه منها. هاد الجنان الجميلة كانت تحت الحراسة بنات الجبار أطلس اللي كانوا مكلفات ما يخليو حتى واحد يقرب من التفاح العجيب، وكانوا طول الوقت وباش يبقاو في اليقظة ديالهم كيرقصوا حول الأشجار المثمرة. هاد المهمة ما كانوش كيقوموا بها غير بنات الجبار أطلس، ولكن كان معاهم حتى رضوان التنين اللي كان عنده 100 راس واللي كان كيمثل الحماية الربانية. الجبار أطلس كان محكوم عليه يهز الزمان والصعب النجوم على التابو، وهذا كان عقاب ليه على قيادته الجبابرة ضد زيوس. واللي كان عارف المعاناة الجبار أطلس غيعرض عليه أنه يطلب مؤقتا مقابل باش الجبار يعطيه التفاح الذهبي. أطلس غيتردد، ولكن منظر النجوم كتضوي في السماء وهي كتحرك بشوية عليها غتخلي الجبار أطلس يقتنع أمام قوة وجبروت هرقل. تحت نور النجوم الساطعة والمتوهجة وفي جو ليلي مزوق بألوان الأزرق والفضة، هرقل غيهز السما في بلاصة أطلس. هذا الجبار اللي غيحس لأول مرة بالعبء كيخفف عليه غيتقدم بخطوات ثقيلة وممتدة داخل الجنان تحت أنظار هرقل اللي كان كيبان قوي وكتخرج منه طاقة جبارة. ومنين الجبار أطلس غيرجع هز التفاح للذهب غيلقى هرقل كيتبسم ليه وهي ابتسامة خادعة. فهرقل مكانش فقط قوي وجبار، ولكن كان كذلك ذكي وعارف اش كيدير. غيتستغرب اللي كيقاتل كسور اللي لابس وغيطلب من أطلس يشد السما مرة أخرى غير مؤقتا. غيقول ليه هرقل أطلس اللي يتحق بهرقل غياخد نفس عميق وغيتسلم السما اللي كيرتاح من الثقل ديالها بواحد الوقت. أطلس معرفش اشنو وقع حتى غيلقى هرقل خدا التفاح اللي كان هادف على الجبل وغيكمل طريقو في مواجهة التحديات
كتصور إنجازات أبطال الأساطير اليونانية. غادي يوصل هرقل اللي رغم قوته الهائلة وشعوره بالانتصار بدا كيحس بالعيا. غيتقدم أمام أوريستيوس بالتفاح الذهبي. أوريستيوس اللي كان جالس على عرشه غادي ياخد التفاح وغيبقى يشوف فيه بإعجاب وبدهشة، ويشوف النور الذهبي اللي كيخرج منه وكيضوي القاعة وكيعطيها جو ساحر وشاعري. غيكون شاهد على قوة هرقل وقدراته الخارقة. وهنا حكاية هرقل كتختم، ولكن ما غتساليش، بل غتكون بداية لمخاضات أخرى وتحديات جاية في الطريق. البطل عزيمته ما لها حدود. هاد القصة ورغم جماليتها ما هي إلا أسطورة من الأساطير القديمة الشيقة والممتعة.